ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا انا اخر واحده تعمل القشطوطه على اليوتيوب، لان انا اول مره بصراحه اعملها وانزلها على الجروب عندي، يعني اخدت كتير قوي علشان اخد الخطوه واعملها. ولما جيت اعملها قلت اصورها بقى معاكم. اهم حاجه كده ما تنسوش تحطوا لي لايك على الفيديو، لو ما اشتركتوش في القناه اشتركوا وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. يلا بينا نسمي الله ونشوف مقاديرنا. بسم الله الرحمن الرحيم. حطيت في بولة العجان 5 بيضات، عليهم 475 جرام دقيق سبونج، معلقة صغيرة محسن جل، ونص كوباية مية وفانيليا. طبعا هضربهم مع بعض لمدة 6 دقايق، وهحطهم في صينية مقاس 30 في 30. ينفع برضو المقدار تحطيه في صينية مقاس 25 في 35. هتكون حلوة برضو وارتفاعها هيكون حلو. احنا مش عايزين ارتفاع عالي قوي، وفي نفس الوقت مش عايزة برضو طبقة رقيقة. فردتها كده في الصينية وحطيتها في الفرن، خدت حوالي 25 ل 30 دقيقة، طبعا حسب الفرن بتاعك، وتسيبيها تبرد خالص. هنعمل دلوقتي الرز بلبن الخطير. طبعا مش شرط خالص تعمليه قشطوطة، تعمليه بقى رز بلبن كده بيكون حلو جدا. انا عملت منه قشطوطة وعملت منه كمان كبات، لكن حطيت الكبات في فيديو تاني عشان ما يطولش عليكم. هنعمل دلوقتي الرز بلبن بتاعنا. حطيت كوباية ونص من الرز المصري المغسول، مغسول كويس جدا طبعا ومنقياه كويس قوي، وحطيت عليهم 5 كوبايات ميه. رفعتهم على النار، وطبعا بقلبه كل شوية لحد ما يتشرب، وبخلي بالي كويس جدا علشان الطبقة اللي تحت ما تلزقش ولا تتحرق وتدي طعم وحش للرز بلبن بتاعي. بعد ما تشرب خالص هحط عليه 2 كيلو لبن. لو عايزة الوش مكرمش يبقى هتعمليه باللبن السايب زي ما انا بعمله دلوقتي. حطيت 2 كيلو لبن مش مغلي خالص، اول ما جبته كده حطيته على طول. وهنشوف مع بعض دلوقتي احنا هنغليه فترة كبيرة جدا بحيث ما يكونش فيه اي ميكروبات. وحطيت له مقدار السكر بتاعه، انا بحط 6 معالق لكل كيلو، فانا حطيت 12 معلقة سكر. طبعا السكر زي ما انتي حابة خالص. هنعمل دلوقتي خلطة حلوة جدا بتدي طعم كريمي قوي للرز بلبن. حطيت معلقتين كبار لبن بودرة، و4 معالق نشا، ومعلقتين كريم شانتيه. ولو عندك كمان كيس اللي هو الايس كريم البودر الفانيليا بيكون حلو جدا في الرز بلبن برضو. هقلبهم كده مع بعض بنص كوباية مية او لبن او كريمة لباني. طبعا لو بكريمة لباني هتدي طعم احلى كمان للرز بلبن بتاعي. وبقلبها كويس قوي، وبحط نقطة فانيليا. نقطة يعني مش كتير خالص، عشان برضو بتغير الطعم بتاع الرز بلبن. يعني الفانيليا السايلة دي بالذات لو كترت منها الرز بلبن هيقلب طعمه ايس كريم خالص. بعد ما قلبتها كويس قوي والرز بلبن بتاعي على النار، هحطها عليه وهفضل بقى اقلب فيه. طول ما انا واقفة كده بقلب فيه علشان بس ما يلزقش تحت ولا يتحرق ولا يحصل له حاجة، لمدة 10 دقايق بقى كده. هيغلي معاكي علشان تطمني انه مفيهوش اي ميكروبات ولا اي حاجة خالص، علشان طبعا احنا مش غاليينه قبل كده علشان يعمل الطبقة المكرمشة اللي بنشوفها في المحلات. انا عن نفسي ما بتفرقش معايا خالص، بس قلت برضو اعمله على اصوله كده، علشان طالما هطلعه اوردرات يبقى يتعمل على اصوله يعني. بعد ما جهز معايا على طول هحطه بقى في الاطباق دي حرارية، بتدخل الميكروويف وبتستحمل الحرارة. لكن لو الاطباق التانية اللي هي البلاستيك، البولات البلاستيك، يبقى هنستنى شوية لما الرز بلبن بتاعنا يهدى شوية، علشان بس ما تتطبقش او تسيح وانتي بتحطيه. تمام. طبعا اي حاجة على الاطباق بتاعتي كده همسحها علشان الاطباق تبقى نظيفة وشكلها نظيف وهي طالعة. عملت هنا 9 اطباق على قد الكيك اللي انا عملته، عشان كنت هقطع الكيك 9 قطع. وبقيت الرز بلبن حطيته في بولات، وبقيته كمان حطيته في اطباق للولاد سادة. بسيب الرز بلبن يبرد بره خالص في درجة حرارة المطبخ، وبعد كده بغطيه وبحطه في التلاجة علشان يجمد قبل ما بحط اي طبقات تانية عليه، وعشان كمان يعمل الوش المكرمش. دلوقتي هنعمل الطبقة اللي هتتسقى بيها الكيك. انا عملت كوبايتين لبن، حطيت عليهم نص كوباية كريمة لباني. طبعا لو ما عندكيش كريمة لباني ممكن تجيبي علبة قشطة بلدي، او قشطة اللي هي كريمة، اي حاجة علشان تدي بس دسامة كده للبن، علشان يبقى طعمه حلو وانت بتسقي بيه. وحطيت كمان 3 معالق سكر بودرة، وحطيت كمان معلقتين لبن بودرة. طبعا الخليط ده طعمه كان وهمي تحفة جدا جدا، كريمي جدا. ممكن تستغني زي ما قلتلك عن الكريمة وتحطي البدايل اللي قلتلك عليها، او تحطي وش اللبن، بس انا بصراحة ما بحبش احط وش اللبن. دي الكيكة بعد ما بردت معايا خالص، هشيل بقى الوش واشيل كمان الظهر عشان ما يبقاش فيها اي حاجة غامقة، وشلت كمان الطروف بالشكل ده كده
علشان تبقى الكيكة بيضة كده ويكون شكلها حلو قوي على الكبات بتاعتي او الاطباق بتاعتي. الكيك ده يا جماعة دكتور بيكر، هو مش احسن حاجة بس هو يعني شغال اليومين دول، لكن هو طبعا مش احسن حاجة، انا مش مبسوطة منه يعني قوي. هنسقي بقى. انا حطيتها بس في البتاع دي مش عارفة البتاع دي اسمها ايه. حطيتها فيه علشان اعرف اسقي واوزع اللبن كده على كل الكيكة. طبعا انا ما خدتش الكوبايتين ونص، لقيتهم هيبقوا كتير جدا ولقيت الكيكة هتبقى معجنة. ما حبيتش خالص ان انا احط الكوبايتين ونص بصراحة. انا حطيت حوالي كوبايتين الا ربع وحسيت ان كده كفاية جدا. والكيكة اتشربت والحليب كمان نزل لتحت كده. فقلت كده كفاية علشان ما تبقاش معجنة. دلوقتي هنعمل بقى طبقة الكريمة. انا حطيت كوباية كريمة، حطيت عليها كوباية حليب كده على كريمة لباني برضو. وحطيت نص كوباية مية. بس الخليط ده كان كتير، يعني هي خدت حوالي نص كوباية. وبقية الكريمة كنت شغالة برضو كبات زي ما قلتلكوا فاستعملتها في الكبات. لكن هي هتاخد معاكم النص كوباية او اكتر حاجة بسيطة كده. حطيت بقى انا بعد ما سقيت الكيكة حطيتها في الفريزر بس شوية، مش كتير خالص يعني لحد ما عملت الكريمة كده علشان تتشرب براحتها. وبعد كده جبتها حطيت طبقة كريمة بالشكل ده كده. بعد كده هقطع بقى الكيكة على 9 على 12 زي ما تحبي خالص. يعني عايزة طبق القطعة بتاعة الكيكة كده تبقى صغيرة شوية ممكن تقسميها على 12، بس هي تكون صغيرة شوية. فهي 9 كان المقاس المظبوط بالنسبة لي، قطعتها على 9. انا حددت بس كده علشان اظبط المقاس. طبعا الكيكة طعمها تحفة، الرز بلبن طعمه تحفة. عايزة اوريلكوا الكرمشة بس الإضاءة مش جايباها. لكن كان طعمه تحفة وشكله تحفة بصراحة. هاخد بقى القطع بتاعة الكيك، يعني شايفين ان انا ساقياها باينة تحت اهي. لكن لو كترت عن كده حسيت بقى ان خلاص هتبوش مني. ما حبيتش خالص ان انا ازود سقي عن كده. وطبعا هي لازم تطلع طازة. يعني لو باتت بصراحة ما انصحش ان هي تطلع. علشان ساقيينها لبن ممكن طعمها يغير وممكن كمان تنشف. لان هي الاطباق ما قفلتش عليها علشان الكيكة عالية. ممكن بقى تعملي طبقة الكيكة ارق شوية، يعني تعمليها باربع بيضات علشان تطلع الكيكة ارق شوية من كده ما تبقاش عالية كده. وعلشان الاطباق تقفل عليها ما تبهدلش شكلها. هي الحمد لله طلعت على طول. الحمد لله ان هي ما قعدتش يعني، لكن لو كانت قعدت بصراحة كانت هتنشف طبعا طالما مكشوفة. والكيكة البيضة عموما بتنشف كده بسرعة. لو فضلت مكشوفة يعني. بعد كده حطيت عليها الكريمة خطوط كده مايلة زي ما انتوا شايفين، وبالعكس بقى حطيت عليها النوتيلا والكراميل. عملت كده كام واحدة بالنوتيلا وكام واحدة كراميل وكام واحدة لوتس. تقريبا 2 لوتس، ما رضيتش اكتر برضو لوتس لان مش في ناس كتير بتحبها. وحطيت كمان على 2 فراولة. طبعا التنوع ده بيعمل كده يعني شكل حلو جدا، الصور على الجروب بيكون شكلها حلو. وبتغري العين طبعا. اهم حاجة في شغلنا انك تغري العين يعني. الحاجة كده تحطيها تصوريها صور حلوة وتنزليها على الجروب بتاعك علشان تغري الزباين ان هي تاخد او العملاء ان هي تاخد. يلاقوا الحاجة شكلها حلو وشكلها نظيف كده. وطبعا الاهتمام بالنظافة ده من اكتر الحاجات اللي تتوصي بيها كده في الشغل بتاعنا. لو حطيتي فواكه زي ما انا حاطه كده، يعني الفراوله دي تغسليها كويس جدا كانك مطلعاها لولادك بالظبط. يعني اهتمي بالشغل واهتمي بالنظافه اكتر حاجه. حطيت بقى مكسرات. مش مكسرات، هو لوز بصراحه لان هو دلوقتي المتاح عندي. انتوا عارفين إن المكسرات غليت جدا جدا. فبستعمل اللوز دلوقتي هو ارحم. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، لو عجبكم ما تنسوش اللايك والشير.